اما بقى الاسئله اللي محتاجين نسالها سواء للمسؤولين، السؤال الاول للمسؤولين يعني احنا ليه بنلعب الساعه 7 في عز النار دي، في عز درجه الحراره 45 تقريبا، ولا ليه انا مش فاهم، وشمس وطلع، ليه يا جدعان؟ طب ليه ما نلعبش ليه 9 ولا 10 ولا احنا في صيف وعادي واجازات الدنيا حلوه يعني؟ انا مش فاهم، ده احنا الدوري الوحيد يعني او الدوري اللي على كوكب الارض اللي مكمل حتى الان، ما بالك بقى لعيبه بتلعب في الصيف، اجي العبها الصبح كمان وفي درجه حراره عامله زي كده. فبصراحه نقطه وعلامه تعجب كبيره جدا على مواعيد المباريات. اما بقى السؤال اللي انا حابب اساله لمارسيل كولر هم سؤالين، هو كريم الدبيس عامل لك حاجه النهارده؟ الباكات بتاعتك مش موجوده، سواء محمد هاني اللي واخد اجازه عشان فرح وكده، ولا علي معلول المصاب، فانت بديهي انت بتلاعب عمر كمال عبد الواحد بديل لمحمد هاني، تمام. اما الناحيه الثانيه دي كريم الدبيس ليه ما يلعبش؟ في ماتش ترجي قلنا ماشي كريم فؤاد، خد بالك كريم فؤاد قد النهارده برده كويس مش وحش، ولكن هي النقطه كريم الدبيس امتى هيلعب؟ امتى هديله فرصه؟ يعني هو دي حتته، دي مكانه، اديله. انت بتلعب قدام فاركو، فريق دايما بيهاجم، فريق دايما ملعبه مفتوح، فيعني اكيد انت دارس الفرقه وعارف فريق بيصارع على الهبوط وفي مركز بعيد جدا، فانت امتى هتديله؟ ده سؤال المفروض مارسيل كولر يجاوب عليه. السؤال الثاني، ليه بنلعب موديست؟ يعني انا مش فاهم، هو ليه الاصرار على موديست؟ عزيزي مارسيل كولر، انت النهارده لما بتلعب موديست في مطوشه دايما متقفله كنا بنشيب بيك، ودايما كنت بطلع اقول، والناس اللي كانت بتنتقد وجود موديست في الملعب في ظل التكتلات الدفاعيه للخصم اقول لك ده دوره، حتته ان يكون في تكتلات دفاعيه وانت بتلعب في نص ملعب الخصم بس، ما بتلعبش على مساحات، ما بتلعبش على هجمات مرتده، الكلام ده كله ادي موديست جميل. ليه؟ لان انت بتلعب في البوكس والصندوق، اديله يا معلم مفيش مشكله. لكن النهارده بتديله ليه؟ واكبر دليل الكره، مش هقول لك بقى الكره ضيعها السهله اللي كانت على خط المرمى لا الكره في الدقيقه 55 ملعوب له ثرو باص جميل ولا اروع ولا اجمل من مروان تقريبا، كرة انفراد هنك في النص وهو بيجري على الكرة، وقف شوية، وقف بتاع ثانيتين كده، ليه؟ هل تعب؟ هل جاله هل حصل له حاجة؟ ما تفهمش. ده أكبر دليل إن الملعب المفتوح أو لما بتلاعب فرقة هي بتهاجمك وبتلعب دفاع، ما بتلعبش دفاعات والكلام ده كله وفاتحة الملعب عليك، ادي كهربا ادام مش موجود وسام، ادي كهربا. وبدليل انت شفت النهارده حتى كهربا، اي نعم في كرة جات له شبه انفراد تقريبا، ولكن حسب التسلل اسرح عليها، جري عليها، لحقها، لعبها غلط بس تمام، لان كهربا ممكن يكون بيضيع بس مشاغب، بيروح على كل كوره يضيع واحده اتنين هتلاقي لبست في جون واتنين. لكن النهارده موديست مفيش. الحسنه الوحيده اللي عملها الضغط على الحكم في ضربه الجزاء، لان ضربه الجزاء اللي جت الحكم تقريبا ما كانش واخد باله منها، فالضغط والهيصه اللي عملها هي اللي خلت الحكم يرجع للفار فبالتالي يحسبها له. دي الحسنه الوحيده، لكن انا ما طلعتش بموديست باي حاجه. فدي نقطه وسؤال كبير جدا وعلامه استفهام قد كده، هو مش عارف افضل اقول قد كده لحد امتى على مارسيل كولر، وملهاش مبرر تماما فنيا اقدر اشوفه في الملعب. ولو انت شايفه يا صديقي ليه مبرر في الملعب قول لي في التعليقات.